أهلا بيكم في عالم السينما. تخيل صاحبك يحاول يتحرش بمراتك وهي تقتله دفاعا عن نفسها، بس استنى، اللي حصل ده كان مجرد بداية للحدوتة مش نهايتها. اللي جاي هيجننك وهيصدمك في كل ثانية، ومش هتصدق اللي ممكن يعمله البشر أو حتى الروبوتات. عشان كده ركز كويس وكمل الفيديو للآخر، لأنك قدام قصة حماسها مليون. بيبدأ الفيلم مع بنت اسمها أريس، وبتكون موجودة في السوبر ماركت، وهناك بتقابل بالصدفة شاب اسمه جوش، ولما بيشوفها بيوقع البرتقال على الارض. بعدها بنشوف ان اريس وجوش بقوا مع بعض في عربيته ورايحين يقضوا اجازه نهايه الاسبوع مع صحابه في بيت بعيد عن المدينه. لما بيوصلوا بتفتح لهم كات صاحبه جوش وبتدخلهم البيت. اريس بتتعرف على باقي المجموعه، الي وصاحبه باتريك، وبعدها بيظهر سيرجي اللي بيكون حبيب كات وصاحب البيت اللي عازمهم. بنعرف ان سيرجي غني جدا وبيشتغل في الممنوعات. وعلى العشاء اريس بتتكلم عن جوش قدام الكل وبتشكر وجوده في حياتها. بعد الاكل بتتكلم مع كات وبتعرف منها انها مش مبسوطة مع سيرجي لانه بيشوفها زي ممتلكاته. بعدها بيشغلوا موسيقى وبيرقصوا سوا. وفي تاني يوم اريس بتقرر تروح البحر لوحدها بعد ما جوش بيقول لها انه مش كويس وعاوز يقعد في البيت. وعند البحر بتلاقي سكينة في جيبها ومش بتعرف جت ازاي. وفجأة بيوصل سيرجي وبيحاول يقرب منها، وهي بترد عليه بأدب وبتقول له انها راجعة البيت، لكنه بيطلب منها تدعك له ظهره. في نفس الوقت جوش واصحابه بيكونوا قاعدين سوا، وفجأة اريس بترجع البيت والدم مالي وشها. ولما بيسألوها عن اللي حصل بتحكي لهم ان سيرجي حاول يعتدي عليها وضربته بإزازة وبعدته عنها، لكنه حاول تاني يتحرش بيها، وساعتها طعنته بالسكينة عشان تدافع عن نفسها لكنه مات. ساعتها جوش بيطلب منها انها تنام وفجأة بتقف عن الحركة. بعدها بيربطها هو واصحابه في كرسي، وبنعرف ان اريس روبوت اشتراه جوش من شركة تكنولوجيا. ولما بيشغلها تاني كمل كلامها عن اللي حصل، وبتقول له انها مش بتكذب عليه وان ده اللي حصل، لكنه بيأكد لها انها مش مبرمجة على الكذب، وان كل اللي عاشته معاه كان مجرد ذكريات هو اللي زرعها فيها عن طريق البرمجة. اريس بتتصدم من الحقيقة، وجوش بيقول لها ان دموعها مش حقيقية وان دي مية عادية جوه خزان صغير موجود في جسمها. وبيسألها فجأة عن حالة الطقس وبترد عليه بدقة عالية جدا، ووقتها بتبدأ تستوعب ان كلامه حقيقي. وعشان يثبت لها اكتر بيطلع التليفون وبيستخدم برنامج التحكم، وبيسألها لو بتعرف لغات تانية وبترد عليه بلغات مختلفة. وساعتها بتتأكد اريس انها فعلا روبوت، رغم كده قول انها عايزة تفضل معاه. في اللحظة دي كات بتيجي وبتلاقي ان جوش شغل اريس وبتطلب منه يطفيها، لكن اريس بيرفض. جوش بياخد كات بعيد وبيقول لها ما ينفعش تتكلم بالشكل ده قدام اريس، وبيعرفها انه هيخلص منها بعد ما يودعها. لكن كات مش بتقتنع وبتأكد ان اريس مش مجرد آلة. وبيكتشف ان كات وجوش خططوا يستخدموا اريس في قتل سيرجي من غير ما حد يشك فيهم. وهنا بنوصل للحظة اللي هتكشف كل الاسرار وتخلي النهاية ابعد بكتير عن اللي كنت متوقعه. بس لو ما عملتش لايك لحد دلوقتي انزل اعمل لايك واشتراك علشان ما يفوتكش ولا ملخص، ويلا نكمل الفيلم. في نفس الوقت اريس بتلاقي السكينة على الارض وبتوقع نفسها وبتزحف لحد ما بتقطع الحبل اللي هي مربوطة بيه. ولما جوش بيرجع بيتفاجئ بيها بتضربه وبتاخد تليفونه اللي بيتحكم فيها بيه وبتجري تهرب. بعد ما جوش بيفوق بيقعد مع كات واللي بيعترف انه عدل برمجة اريس ورفع مستوى عدوانيتها عشان تقتل سيرجي، وانه هو كمان اللي حط السكينة في هدومها. واللي بيتصدم لما بيعرف ان كات مشاركة مع جوش، لكن بيرضى بعد ما بيعرف انهم هيقسموا فلوس سيرجي ما بينهم. بيروحوا كلهم للخزنة وبيفتحوها باستخدام الرمز اللي كانت عرفته من سيرجي قبل كده. وبيقول جوش انهم هيقسموا فلوس ل3 اجزاء. وقتها بنعرف ان باتريك صديق آلي روبوت زي اريس وجايبه من نفس الشركة. بعدها بيدوروا على اريس في الغابة وبيقسموا نفسهم مجموعتين. اريس في الوقت ده بتعدل ذكائها 100% باستخدام تليفون جوش. فجأة بتشوف آلي وباتريك جايين ناحيتها وبتستخبى ورا شجرة، وبتسمعهم وهم بيتكلموا عن خطط جوش. جوش بيتصل باريس وده بيخلي آلي وباتريك يعرفوا انها قريبة منهم. بتجري اريس بسرعة وآلي بيجري وراها لحد ما بيتزحلق من منحدر عالي وبيوقع المسدس. اللي بيمسك المسدس قبل ما اريس توصل له وبيهاجمها، لكنها بتقدر تسحب المسدس وتطلق عليه طلقه وبتموته. جوش بيوصل بعدها وبيطارد اريس، لكنها بتسبقه وبتوصل للعربيه. ولما بتعرف انها بتشتغل ببصمه صوت جوش بتغير صوتها وبتشغل العربيه وبتهرب بيها بسرعه. جوش بيجري للبيت وبيبلغ الشرطه عن العربيه. في اللحظه دي العربيه بتتعطل وبتقف في نص الطريق، وجوش بيتواصل مع اريس وبيقول لها انه ممكن يسامحها ويبداوا مع بعض من جديد، لكنها
لكنها بتوضح انها عرفت اللي عملوا فيها وانه استغلها في قتل سيرجي وقررت انها تسيب. جوش بيقفل المكالمة بسرعة وبيتحرك على الغابة وبيحاول يطلب من باتريك انه يطارد اريس وينهي عليها، لكن باتريك بيرفض. فبيفضل جوش يعمل له اعادة ضبط من زرار التشغيل وبيبرمجه على اعلى مستوى عدوانية عالي جدا. في نفس الوقت اريس بتكسر ازاز عربية جوش وبتخرج منها بسرعة، ولما بتكون في الطريق بتقابل عربية شرطة. الشرطي بينزل وبيبدأ يتكلم معاها، لكنها بترد عليه بلغة تانية عشان ما يفهمش اللي حصل. الشرطي بيلاحظ السكينة جوه العربية وبيصوب عليها السلاح، لكن فجأة باتريك بيوصل وبيهجم على الشرطي بعنف لحد ما بيموته، وبعدها بياخد اريس وبيتحرك بيها للبيت. لما جوش وكات بيشوفوا باتريك راجع بعربية الشرطة ومعاه جثة الشرطي بيتصدموا. كات بتحاول تاخد الفلوس وتهرب، لكن جوش بيقنعها تقعد، ولما بترفض بيقول لباتريك يمنعها، فبيقتلها باتريك وجوش بيتخلص من جثتها في الغابة. بعد كده جوش بيرجع للبيت وبيقعد قدام اريس وبيقلل مستوى ذكائها للصفر، وبيأمرها تعمل حاجات معينة كنوع من العقاب، زي انها تحط ايديها على الشمعة. وبعدين بيتصل بالشركة وبيبلغهم ان اريس خرجت عن السيطرة، ولما العمال بيوصلوا بيقرروا ياخدوها معاهم. باتريك بعدها بيهجم على العمال وبيقتل واحد منهم، لكن العامل التاني بيهرب في الغابة وبيطاردوا باتريك. في اللحظة دي اريس بتكون خلصت اعادة تشغيلها وبتنزل من العربية، ولما بتشوف باتريك هيوصل للعامل بتظهر وبتهدده بالصاعق، وبتكشف له انه جوش ضحك عليه وانه مش صاحبه الحقيقي. فبيبدأ باتريك يسترجع بعض الذكريات وبيقرر ينهي نفسه بالصاعق. بعدها اريس بتطلب من العامل خدمة مقابل انها تنقذ حياته. في نفس اللحظة جوش بيكون في البيت بيجمع الفلوس في شنطة استعدادا للهروب، لكنه بيتفاجئ باريس بتواجهه وبتقول له انها دلوقتي حرة تماما بعد ما العامل الغى خاصية التحكم فيها وبقت هي الوحيدة اللي بتتحكم في تصرفاتها. جوش ما بيصدقش كلامها وبيقرر يستخدم تليفونه عشان يرجع يتحكم فيها من تاني، لكنه بيتصدم لما بيكتشف ان الميزة فعلا اتوقفت. جوش بعدها بيقرب منها وبيحاول يقنعها انها لسه حبيبته، لكنه فجأة بينقض عليها وبيخطف منها المسدس وبيوقعه على الارض وبيوجهه لبطنها، وبيقول لها انه مش ناوي يكرر نفس غلطته وانه هيتخلص منها للابد. لكن اريس بتستغل اللحظة وبتطعنه بجهاز فتح ازايز المشروبات وبتقضي عليه في الحال. في اليوم اللي بعده اريس بتبدل هدومها وبتاخد الشنطة اللي فيها الفلوس وبتختار عربية من العربيات اللي في المكان وبتسوق بعيد، وهي مرتاحة ومبسوطة انها اخيرا بقت حرة وهتقدر تعيش حياتها الطريقة اللي هي عايزاها. لو كنت من الناس اللي وصلوا معانا لاخر لحظة في الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك عشان نكمل معاك حكايات اشد جنان من دي. ويلا نشوفكم في الملخص اللي جاي. سلام.